عندنا أزمة في مرتبات المهندسين، الناس بتشتكي. الشباب منزّل قايمة على الفيسبوك جروب، والناس بتدوّر على شركة تدّيهم القايمة. الشركات بتحاول تقرّب منهم طبعًا عشان المهندسين اللي بتسافر السعودية. لكن طبعًا لمّا الشركات بتحاول تقرّب منهم، مع إن دلوقتي طبعًا في ناس واخدة عقود بتخسر فيها بسبب الinflation، فبدأت الناس اللي بتيجي بالأسعار الغالية دي بقت load على أي شركة مقاولات. اللي ما بيزوّدش زيادة reference للinflation، الناس بتسخن عليه وبتشرّد له على الجروب وبتكتب عليه إن هي شركة وِحشة وإن هي شركة بتعمل في الناس وإن ده بيحصل. كل الكلام ده فعلًا حاصل حقيقي. طيب مين صح ومين غلط؟ الناس اللي عايزة مرتبات تعيش بيها حياة كريمة لأنهم مهندسين وتعبوا وشقيوا، والّا شركات المقاولات اللي إحنا بنفتري عليها بنقول إن هي مفترية ومش عايزة تدّي الناس المرتبات؟ طب خلّينا نحسبها كده يعني balanced. النهارده القايمة valid جدًا. الأسعار اللي فيها يعني أو المرتبات اللي فيها valid أوي. لكن في مشكلة إن الشركات دي يا جماعة النهارده عندها عقود كتير بتخسّرها بسبب الinflation بتاع الأسعار اللي أنت برضه مضرور منّه. فالنهارده لو هتفضل مستني للقايمة، فأنا باقول لك أنت مش هتلاقي شغل. اشتغل على نَفْسك، طوّر نَفْسك، اعمل من نَفْسك حاجة كويسة، هتلاقي نَفْسك وصلت للقايمة وأكتر من القايمة وخدت position وعملت كل اللي أنت عايزه. إنما أنت هترفض كل offer ييجي لك أو هتقعد في كل شركة شهرين 3 ولمّا شركة تانية تدّيك 2000 3 زيادة، مش هتوصل لحاجة. ما بتتعلمش، ما بتذاكرش، يبقى مش هتوصل لحاجة. فبلاش نجري ورا القايمة، ورا الفيسبوك، ورا الكلام ده كله. خُد skill الأول حلوة وتقيلة، وأوعدك إن أنت لو خدت skill حلوة وتقيلة، يا هييجي لك فرصة سفر للسعودية كويسة، أو هييجي لك هنا back office حلو برقم كويس، أو شركة من شركات المقاولات الكبيرة هتعوزك وهتدفع فيك الرقم اللي أنت عايزه. إنما ما تسيبش شركة كبيرة ومستقرة ومحترمة وتروح على شركة تانية أنت مش عارف هويتها إيه، لمجرد إنه هيدّيك القايمة. اسمع نصيحتي، دي خبرة سنين وجرّب. ولو عجبك اللي أنا قُلته ابعت لي في الكومنتات، لو مش عاجبك كلامي ابعت لي في الكومنتات، لو عجبك البوست اعمل له لايك واعمل له share.